السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة كونفيتير الكرموس أو الحرة أو التين، كل منطقة وكيفاه تسميه. راه الموسم تاعه وراه متوفر في الأسواق. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو إلى الأخير وما تبخلوش عليا بالجام وبتعليقاتكم سواء إيجابية ولا سلبية. وإذا كنتم جدد معنا في القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وما تبخلوش علينا بالجام إذا أعجبكم الفيديو. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. نحتاج 2 كيلو كرموس، نحتاج كيلو سكر، ونحتاج عصير حبة ليمون. نغسلو الكرموس مليح ونخلوه يقطر. أنا نحب نخلي الكرموس تاعي نخليه حبات، وكاين اللي يحب يقطعو الحبة على 4، كل واحد وطريقته. أنا نحب نخليه حبات، نحيلو غير الراس الخشين هذاك تاعو. من بعد نحطلو كيلو سكر. ملاحظة إذا كان الكرموس تاعكم حلو بزاف نقصوا السكر، ديروا نص كيلو سكر. أما إذا كان الكرموس تاعكم شوية صامت ماشي حلو بزاف ديروا كيلو سكر في 2 كيلو كرموس. نغطوه وندخلوه في الثلاجة ونخلوه ليلة كاملة باش يطلقلنا السيرو تاعه. من الأحسن إذا حبيتو يطلق السيرو غاية اللي نخلوه 12 ساعة على الأقل. أنا ما خليتوش طول بزاف في الثلاجة، سي بور سا راه طلقلنا شوية سيرو، ما طلقلناش قاع السيرو تاعو. ندخلو هذاك السكر نخلطوه مليح ونحطوه على نار متوسطة ونخلوه يطيب في عقلو. نسيت نعصرو عليه حبة قارص. كاين ملاحظة، البذور تاع الليمون ولا الزريعة ولا كل واحد واش يقول لها، ما تخلوهاش طيب في الكرموس خاطش تطلق لنا مرورية في الكرموس، لازم نحوها. نقصوله للنار كامل ونخلوه يطيب حتى نشوفوه ثقل. كيما هنايا راه عندنا خفيف، شوية خفيف، عاودت خليته حتى ثقل شوية. أنا سيت معاكم حبة هنايا كي طابت لنا حبة الكرموس وسيرو خليته يزيد يثقل شوية. من بعدها نطفو عليه ونعمروه في بلارات، لازم يكونوا البلارات تاوعنا معقمين. نديروهم في ماء سخون لمدة 15 دقيقة ونخلوهم يقطروا. كاينة ملاحظة، اللي حبت تطحنو في الأشواط ترحيه، تقدر ترحيه، راني دايرتها لكم بزوج طرق، قادرة ترحيه وقادرة تخليه حبات، كل وحدة والاختيار تاعها. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. ما تبخلوش علينا بالجيم إن أعجبكم الفيديو.